كون عندي الوقت باش نعرف دو كوا يساجي هادشي هذا الفقره هادي. قلبني على شكون هذا بعدا اللي كتبو لويس شي حاجه. وانا نشوف كاين واحد الاحتمال كان قالوا لي الشمالي الاخر ان كاين في بعض الكتب. انا نشوفوا بعدا شكون هو هذا لويس شانيي. شوفوا غير من هنايا Louis de Chénier, né le 8 tatatata, Limoux est mort tatata à Paris. C'est un négociant qui devint un diplomate de Louis XVI, qu'un diplomatie de Louis XVI, auteur d'ouvrages relatifs à ses expériences, qui كتب على التجارب ديالو. Il est notamment père du poète André Chénier et du dramaturge et député Marie-Joseph Chénier. Un diplomate français وصافي عاش في 1722. باش نعرفو كتب نيشان سا غولاسيون مع المغرب غيعطيوك شنو بدا. اوكي الشانيي اي لو ماروك. شوف دير اوكي شنو يقولوا لك. اي انا على ما شفت واقيلا كان شي سفير في طنجة كونسول. طلع لي كونسول وطلع لي في الصفحه د ماروك. قال لك هنايا الله يعطيهم الصحه والله الا الدراري عاملين خدمه نقيه. هاد الناس اللي فاتحين هاد الصفحه د ماروك باتريوتيك سبق لهم طلعوا مع اليس الملكه تبارك الله عليهم. ها هما عاملين واحد لارتيكل عليه le consul Louis de Chénier. Le consul Louis de Chénier avec sa famille. Louis de Chénier figure premier plan. Laissez نشوفوا. En 1661 et sauf une interruption. La France a toujours été représentée auprès du sultan du Maroc, soit par des consuls qui tenaient aussi un rôle diplomatique, soit par des chargés d'affaires, soit par des ministres plénipotentiaires et ses agents. L'un des plus distingués fut son contredit Louis de Chénier. هي هذيك تماما كان قنصل qui résida successivement à Safi كان في Safi à Rabat في الرباط ومن بعد à Tanger. صح 1782. اييه تماما. Il porta d'abord le titre du consul général puis celui de chargé d'affaires. احنا عرفنا شكون هو. كاين واحد الهضره كان قال لي الشمالي وكنجبد واحد المصدر قديم، واحد المصدر شي دبلوماسي واقيلا نسيت من النمسا ولا من الدنمارك كان في المغرب وعنده واحد الكتاب قد الخلا. الكلمه واد ملويه كان يقصد كان يتقصد بها واحد الواد اخر قبل ما يجيو حتى الفرنسيين. انا غنحاول ما امكن اذا كنت تتبرز هكذا قدرت كان الشمالي يفتحوا. عرفتي شنو بغيت هاد المعلومه بغيتها ضروري ضروري ضروري. انا غادي نكورديني مع الشمالي ادم وخصك تي ولا بد تكوني كاينه حيت هذه المعلومه خصها تعم. الفكره هي هذه. كان واحد الكتاب قديم على الحضور الفرنسي في المغرب قبل ما يدخلوا عندنا الفرنسيين لهذه المنطقه. كان واحد القنصل اما نسيت اما من النمسا او لا من الدنمارك وكان عمل واحد الكتاب عاش شي 7 سنين في المغرب وكان هضر على واد ملويه ما كانش هو الواد ملويه اللي كنعرفوه اليوم. كان واحد الواد دافع تما في الجهه ديال تلمسان تما يعني داخل في وسط الجزائر لسبب معين. اللي جاو الفرنسيين ما بقاش داك السميه هذاك الواد ولات هذا الواد اللي عندنا في المغرب. انا غادي نحاول باش تكون المعلومه دقيقه نكورديني مع الشمالي وداك الساعات كوا يباسي لك المعلومه ونقدروا حتى نسجلوا اللايف داك الساعات باش يبقى كوميون ريفيرونس. هادشي اللي لان حتى انا جاني عجب حيت هذيك ديك في 1700 العلويين الحدود ديك الساعه ماشي هما هادوك فهمتي. وباش قال هما ان ديك الساعه شنو قال في الباراغراف بالضبط؟ قال لا فرونتيير ياك ما بين لومبير دو ماروك با اكزاكتومون قال لك لو ماروك سيباري واش نتفاهموا بعدا حاجه. هو قال لك لومبير دو ماروك اي سيباري دو رويوم دالجي. شنو هو لو رويوم دالجي؟ هي رويوم دالجي راه كان تابع لفرنسا لو روا دو لا فرانس فهمتيني. بحال اللي يقول لك الحدود بين لومبير دو ماروك وحنا الفرنسيين. لا لو رويوم دالجي اسمح لي خويا الشمالي في 1700 شي كان كيتعلق بالعثمانيين ياك ماشي فرنسا حيت رويوم دالجي لا بغيت بالداي العثمانيين
ها هو قدامنا الخريطه دابا ديال راه ما المغرب. دخلت حتى 1800. ها هو قدامنا أي دابا الخريطه سبعين. ديال المغرب اللي سميتو ديال كان كتسمى بلو رويوم دو فاس دو ماروك لا ديال لا عندك صح، 1700. لان سي لان شوف أنا نوريها. فرنسا فعلا دخل في هذا الزمان هذا بالضبط شوف 1700 ما كانتش فرنسا شمالي كاينه. راه تما كاينه في هذا الكتاب نيت، راه كاينه واحد الخريطه، سير للصفحات الاولانيين تبان لك، ولا واش هذه اللي حلها. ها هي الخريطه اللي منصور. عندي دابا، انا لقيتها في كاليكا. ك- غنوريكم غير واد ملويه اللي كيهضروا عليه فين، حيت هو ما قالكش بان سيباري، بحيث ديك الساعات راه كانوا العثمانيين. وها هي ملويه فين كاين، فين باينه لاحظتوا ملويه غيفر. جات كاينه في فاس. وكاين هذاك فهمتي، قال لك دو لوتر كوتي دو لوتر كوتي راه في هذوك سميتو، راه كانوا العثمانيين هما اللي مجاورين في ديك المرحله. في ديك الوقت فعلا شوف هو السميه د غوايوم اطلقت على الجزائر في الوقت د فرنسا في واحد الوقت معين، ولكن في هذا التاريخ ما كتزامنش مع الحضور ديال الفرنسيين، الوغ غالبا غيكونوا العثمانيين كما قلتي بصح. الداي الوقيته ديال الداي، ها هي لا كارديوغرافي كاتبين هنايا. في هذا نفس الكتاب اللي كنهضروا عليه. لا ماشي نفس الكتاب، انا لا جبتها شوف نفس الكتاب، رجع الشمالي انت نفس الكتاب تلقى كاينه خريطه. كمل اخويا احمد المنصور، لا كمل انت ما حد يلقاها. بلاتي راه كاينه خريطه تما. لا الحمد لله اخوان تحلت المساله، انا كنت مخربق. كبروا لي برافو ليك. شوف دابا انا نفتح الكاميرا واحد الدقيقه. لا هادشي عجبني. لا شوف ها هي الخريطه، انا نصغر شي حاجه ياك اللي في الكتاب، ياك اين صفحه هذه الاولى هي في كتاب هي كتاب ها هو ريشيرش هيستوريك كتاب ديالنا. ها هي خريطه. شوف الواد ملويه ماشي هو اللي كنهضروا عليها الاخوان، انا نقول لكم علاش. ها فاس كتشوفوها بلاتي حتى تبان لكم واضحه، اذا بغيتو نزيد باينه فاس وي. ها هي فاس ياك. شو الصبع ديالي الثاني فين غنعدلو، هذا الصبع الثاني ديالي شو شحال بعيد. قراو هنايا شنو هذيك ملويه ملويه ريفر. ها هي ملويه، ولكن اين بلاصه هذيك؟ شوف نعم اين بلاصه من الجهه الاخرى شنو مكتوب؟ شوف من ها الجهه ملويه، ديال ها ملويه فين هي؟ شنو هي المدينه اللي حداها، اقرب مدينه؟ من جهه الجزائر ولا من جهه ديالنا؟ المهم اي حاجه حدا هذاك ملويه. شنو هي المدينه باش نعرفوا وين حدود كنهضروا عليهم تاعو؟ كاين ملويه هنايا، هادي ما عرفتش شنو هادي زافا، ما عرفتش هادي كيفاش كتقرا. هنا كتبان تلمسان، ها هي تلمسان لاصقه في ملويه. تلمسان يمكن مكتوبه ترمسان ترمسان. شوف واللي حداها ديزير دانكاد. علاش شو غنقول ها هي ديزير دانكاد، باش ديك الهضره اللي قال لي الشمالي هي اللي كاينه. شوف ها تلمسان، شو غندير الصبع ديالي تلمسان، وها فاس فين جات. ها هي واد ملويه لاصق في تلمسان، وشوف شحال بعيد عليه فاس. ها تلمسان، ها واد ملويه، ها فاس. وراه هو واد الملويه كنهضروا عليه، وما حيت كيقول لك زعما كيفوت وجده وكيفوت هذه، يعني دوك الحدود اللي من الجهه الاخرى كانت على حسابهم. راه هو هذا، يعني هذه هي الخريطه اللي كيديفونديو عليها هما. ما دابا انا هذا هو السؤال. دابا داك ملويه تاكد انا بانت لي هذيك ماشي تلمسان، شي حاجه اخرى. ديزير انقاد فينا بلاصه اين منطقه كيعيطوا لها ديزير انقاد. غنشوفوها في الخرائط ديال دابا، حيت قريبه ياك، هي اللي قريبه لتما. تماما اولاد المركز، داكشي اللي كاين هو نيت نفس الواد. وي الا كان الواد الاخر خاص يعطينا من الجهه الاخرى، غادي يكونوا جيتهم هما داك الواد الاخر. دابا ولكن هما دابا شنو هو الغرض ديالهم من هادشي كامل؟ زعما ان وجده وفيكيك وداكشي كانوا داخلين عندهم في الحدود، فهمتي؟ ولكن هاد الخريطه انا كتبان لي وجده ما داخله في المغرب على حساب الخريطه اللي كنشوف هنا. فين هي وجده؟ حيت ملي ليا هنا
وتلمسان هنا وجد راه هنا في هاد البلاصه. وفين هو وملويه؟ ملويه ها هي. ايوا راه وجد راه جات مازال على اليمين ديالو. زعما في الفتره هاد الخريطه غادي نناقشها مع الشمالي بصراحه، لان زعما يكونوا العثمانيين ما كنظنش دخلوا لديك المنطقه هذيك. ما عرفتش بصراحه، انا ما عارفش، ما نكذبش عليكم، ما جني اوكين ايدي. زومي شمال شنو مكتوب الفوق تما؟ هنا كاين مليليه، ها هنا واحد المدينه ما عرفتش نقراها، زافا، ما عرفتش شنو المدينه هذه، شنو هذا. مضرومه راه بانت ليا. فين هي مضرومه؟ بانت لك مضرومه؟ راه ها هي مضرومه، ها هي. فين هنا فين هي ملويه؟ ملويه ها هي. هادي سير عفاك لدابا حاليا الخريطه الحاليه دابا اللي كاينه، سير قلبنا على نضروما فين كاينه. نضروما راه كاينه لهي راه تفوت تلمسان من جهه اخرى، ولكن حتى هي راه كانت على حدودنا. نضروما حاليا تبع الجزائر طبعا. ها هي نضروما، بلاتي نديرو نفتحو الخريطه، وغادي نديرو داكشي لون هذا باش يبان داكشي واضح. واخا شوف، ها هي نضروما، ها هي الحدود ديال الجزائر مع المغرب. ها هي نضروما، ها الحدود. نضروما داخله في الجزائر. انا بانت لي ديك الخريطه كيما الخريطه ديال اليوم تقريبا. فين هو ملويه فهادي؟ بلاتي نزيدو نتاكدو. شوف، ها نضروما، ها الحدود ديال المغرب، ها ملويه. اوكي رجع للخريطه الاخرى جديده. ها الخريطه ديال دابا، ها نضروما، ها الحدود مع المغرب. اجي اختي تسبير تبغى واش كله غير ولي يقرا هذيك الفقره، بغيت نقراها نتمعن فيها. الله يخليك. ها وجده. ارجع ليها فهم علي الفقره. ارجع لي غير الفقره. لومبير واخ دو ماروك. خاص دابا التاريخ خصو يتقرا بالسياق ديالو، فهمتي؟ حنا ما عارفينش ديك الساعه شنو كان، ولكن نورمالمون كانوا العلويين. كنظن ان ديك الساعه الحدود كانت فاش كانت شويه مخربقه، فاش كانوا الوطاسيين والسعديين ديك الساعه، من حيت قبيله اللي ذكر الاخ معركه لبن كانت مع السعديين ماشي مع العلويين. هل نشوف انا كنشوف واخ. ها هو السي سمير جا. سي سمير الا كنتي فايق الله يرحم الوالدين، الا تقدر تنورنا رحنا وحلين. طلعوا سامر، طلعوا سي سامر. لا بديت نطلع. سير دابا لهذيك الفقره عاود قراها، رقم 17، صفحه رقم 17. واخا واحد دقيقه. 17 لا خويا داكشي هما داكشي اللي كيدعيو. L'empire du Maroc est séparé du royaume d'Alger du côté du nord من الجانب الشمالي par la rivière Mlouia qui vient se jeter dans la Méditerranée. المهم اش بالك في هاد الفقره سي احمد؟ ما كيهضروش على فيكيك، كيهضروا على دي كوتي دي نور. دابا كان فيكيك ما داخلاش في هاد المساله هذه. كوتي دو نور ستادير كاع جيت لمسان دروما وكلشي، حنا بقاو في الشمال. لا غير في الشمال، يعني لتحت ما هضرش عليه، قال لك غير جوج دي كوتي دي نور، ماشي قال لك لا انا ما كنهضرش دابا على ما كنهضرش على الساحه الشرقيه، لا كنهضر لك دابا انا على وجده.
ولكن في الاخرى نضروما نشوف وليت انا حتى انا براسي داخل الكتاب باش نشوف. بلاتي دابا انا حاجه اللي ما فهمتهاش في هذه الخريطه، على حسب الخريطه القديمه اللي كاينه في هذا الكتاب تتوافق مع الخريطه الحاليه، لان نضروما جات في هذه المناطق هذه، تلمسان قريبه ليها، واد ملويه في البلاصه فين كاين نورمالمون اليوم الحدود. ولكن ما عرفت، انا تلفت بصراحه اخوتي في هذا الموضوع هذا، انا نزيد نتفتش على هاد واد ملويه. ايوا صافي. شي واد واش واد ملويه واش ماشي هو اللي كيفارق السعيديه معاهم اليوم هذا؟ واحد الواد داخل في وسط الحدود مع سميتها مع بورصاي. احنا وطلع لي واد ملويه، وات ذا فاك، اسمحوا لي، شو واد ملويه كيش طلع لي داكشي فاش سؤال اخوتي والله ما فهمتيهاش. لا يا كيك شوز كيكلوش، هادشي ماشي واضح. ها هو فين كيطلع لي واد ملويه، جا قريب. شوف انا اللي كنقال لي هادشي خصو غير شي توضيح، راه غالبا كاين شي سوء تفاهم. اللي كنقال لي الشمالي انا باقي عاقل، هو كاين واحد الواد كيكوز هنا، وكاين واحد الواد كيكوز في هاد البلاصه هادي. قبل كان واد ملويه كيتسمى على هذاك الواد الاخر، ملي جات فرنسا مع مرور الوقت غيرت السميه من هذاك الواد اللي كان دايز من لهنا لهذا الواد اللي دايز هنا، حيت وهذا الشيء كان بالمراجع. ملي كنجي ندير غير واد ملويه هنا في جوجل كيطلع لي هذا الخط هذا. انا ما عرفتش واش الواد دايز هكا ولا دايز هكا، ما نكتبش، ما نقدرش نفتي في شي حاجه ما عارفاش. مي سكو جو بو فيغ نقرا هنا في ويكيبيديا شنو كيقولوا على هذا الواد. Alors, c'est un fleuve du Maroc qui prend naissance de jonction massive du moyen du Haut-Atlas de la région d'Emsid dans la province de Midels. هنا في الخريطة ها هو واد ملوية كيف عامل، ها هي الحدود المغربية، واد ملوية ماشي في هاد الطريقة هادي. بان لك هذه مرة عتافنا كانوا يسميوه ملوية. اييه هادشي اللي كنقال الشمالي تافنا. صحيح، هادشي كنظن تثبت من الاحسن ندقوا فيه مزيان ونجمعوا المعلومات بما فيه الكفايه باش نقدروا نجمعوا هاد لي بيج، سينو راه شوف واش تافنا هو ملوية. اوكي قلب على تافنا فين جا. اييه ها هو تافنا، سي ان فلوف اون الجيري. هذا تافنا هذا واحد الواد في الجزائر اليوم حاليا. بس اسمحوا لي، Tafna est un fleuve d'Algérie situé dans le nord-ouest du pays. Communément qualifié de rivière, il s'agit en fait d'un fleuve. Il traverse les wilayas de Tlemcen et Ain Timouchent avant de se jeter dans la Méditerranée. هذا هو اللي كان كيتسمى واد ملوية. ولاد الحرام كنظن الفرنسيين هما اللي غيروا السمية. هذاك واد ملوية كان هو واد تافنا وكحزو شوية وسماوه. ها انا نوريكم، شوف ها هو هنا واضح، هنا كاين جوج ها الحدود المغربيه الجزائريه هي اللي باللون الابيض، ها الجزائر ها المغرب. هذا واد تافنا وهذا واد ملويه. على حسب داك الكتاب اللي كان جاب الشمالي، هذا الواد ديال تافنا هو اللي كان كيتسمى واد ملويه. من بعد جاو الفرنسيين مع شنو داروا، خربطوا الخريطه. ها هو واد تافنا، ها هو واد ملويه، وها هي الحداده. وهذيك الخريطة القديمة اللي في الكتاب على حسب اللي فهمت أنا، واد ملوية كنظن في هاد البلاصة هادي، في البلاصة فين كاين واد تافنا. إذا بغيتو نعاود نرجع للخريطة باش تقارنوها غتشوفوها. أنا نعاود نشوف الخريطة ولاتي. ها واد ملوية هنا،
يعني جابد على الجهه هذه ديال الجزائر. واخا انا غادي نشوفو دابا، عطيني واحد الدقيقه ونفتش عليه.